أنا اسمي نرمين. كنت بدور على شقة صغيرة للإيجار تكون هادية وقريبة من شغلي. الموضوع كان صعب شوية لحد ما لقيت إعلان بسيط على عمود نور: شقة مفروشة للإيجار، إيجار رمزي للجادين فقط. كلمت الرقم، رد عليا صوت ست كبيرة وقالت لي: لو عايزة تشوفي الشقة تعالي النهاردة بعد المغرب، العنوان كذا كذا. رحت والعمارة كانت قديمة قوي، من النوع اللي السلم بتاعها رخامي متكسر والحيطان كلها بقع سودا. بس حسيت ان ده طبيعي على ايجار رخيص زي ده. الست اللي قابلتني اسمها مدام نجاة، شكلها غريب، وشها شاحب قوي، وصوتها واطي كأنها بتحاول ما تصحيش حد من النوم. خدتني للدور التاني، وقفت قدام شقة رقمها 6. قالت لي الشقة دي ليها شرط واحد بس: ما تفتحيش باب السلم الصغير اللي في آخر الطرقة، حتى لو سمعتي صوت جاي منه. ضحكت وقتها وقلت لنفسي أكيد الست دي متخلفة أو متأثرة بأفلام رعب. وافقت ومضينا العقد. سكنت تاني يوم. في أول يومين كل حاجة كانت تمام، لحد ما في ليلة حوالي الساعة 2 بالليل صحيت على صوت خطوات طالعة من تحت، خطوات تقيلة، جر صوت زي حد بيسحب حاجة حديد. قمت مرعوبة وببص على آخر الطرقة، لقيت الباب اللي مدام نجاة قالت لي ما تفتحوش بيتهز، كأن في حد وراه وعايز يخرج. حسيت برجليا بتتجمد، لكن الصوت وقف فجأة. ولما قربت لقيت الباب مقفول، لكن في حاجة مكتوبة عليه بالدم: افتحي، انت اللي جيتي برجلك. اتجمدت مكاني وقلبي كان هيقف. رجعت اوضتي وقفلت الباب عليا. ومن يومها كل ليلة نفس الأصوات بترجع. بس في مرة وأنا براقب الباب لقيت فتحة صغيرة. شفت حاجة مش ممكن تكون بشر. شفت بنت ملامحها مش باينة، وشها كله غرقان بالدم، وكانت بتبصلي وتقولي من ورا الباب: انزلي معايا، أنا لوحدي تحت، بقالنا سنين مستنيين حد يجي. عرفت إن السلم ده مش بيوصل لبدروم، السلم ده بيوصل لجهنم. ومن يومها وانا بحاول اخرج من الشقة، بس نفس الباب بيكون مقفول بالمفتاح من بره. وكل ليلة الليل بيقصر والأصوات بتقرب.